في الوقت الذي سارع فيه المغاربة إلى جمع التبرعات من مواد غذائية وأفرشة وملابس لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة، اختارت سلوى أخنوش زوجة رئيس الحكومة أن تقدم مساعدات من نوع خاص. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بالوصلة الإشهارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة زوجة أخنوش، والتي سلطت الضوء على المساعدات التي تم اختيارها بعناية من أجل إرسالها لسكان المناطق المنكوبة. والغريب في الأمر أنه من بين المساعدات أحذية شتوية ذات كعب عالي، والتي لا تناسب في الأصل نساء وفتيات المنطقة، لا لشيء سوى لأنه يصعب ارتداؤها في منطقة جبلية تعرف بوعرة مسالكها الطرقية. وعاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن زوجة أخنوش اختيارها إرسال مثل هذه المساعدات التي تعتبر دخيلة على ساكنة المنطقة الجبلية التي لها تقاليد وعادات معينة وجب احترامها، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في اجتماعه حول الزلزال. وتساءل النشطاء في السياق ذاته حول ما إذا كانت الملابس والأحذية تساير الموضة أم أنها عبارة عن مخلفات ما تمت تصفيته من الملابس التي يتم بيعها والتي لم تعد موضة رائجة.